السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أحبائي أعزائي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله الجميع يكون في صحة جيدة ولقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال. إذا على بركة الله ننطلق غبار هذه الحصة. حصتنا اليوم يا سادة الكرام سيكون الحديث حول مؤلف ظاهرة الشعر العربي الحديث. كيفاش أستاذ غادي نصور 6 ديال النقاط نهار الامتحان الوطني؟ واش ضروري خصني نقرا الكتاب ديال المؤلف ظاهرة الشعر العربي الحديث كامل؟ لا، ماشي ضروري انك تقرا الكتاب كامل باش تصور 6 ديال النقاط. الا بغيتي تصور 6 ديال النقاط حضر معايا الحصه ديال اليوم، ما تزقلهاش. حصه غير عاديه، حصه غير طبيعيه، ما غتلقاش في القسم ديالكم ولا شي استاذ كيقريها سواء حضوري او لا عن بعد. حصه بامتياز تخليك ولد الناس تصور 6 ديال النقاط. وانا جايب لكم منهجيه، غنعطيكم منهجيه ديال ديال مؤلف دائرة الشعر العربي الحديث من المقدمه للخاتمه. بل اكثر من هذا، غادي نعطيكم جميع الامتحانات، الصيغه باش كيجي الامتحان في مؤلف دائرة الشعر العربي الحديث. عندي هنا بزاف والعديد من الامتحانات الوطنيه في المؤلف، وعندي ايضا الفصول 4 فصول اللي تكلم فيهم احمد المعداوي في مؤلف ظاهره الشعر العربي الحديث. بمعنى اي واحد بغى انه يضمن 6 ديال النقاط في مؤلف دائره الشعر العربي الحديث يبقى معايا في الحصه من الاول حتى الاخر، وغنخليك اروع واحسن واحد في مؤلف دائره الشعر العربي الحديث. واخا تكون اول مره غتسمع بهذا المؤلف هذا ما كيهمش، شويه ديال التواضع، تواضع معايا، وجد معايا ورقه مزدوجه والستيلو وتكونسونطرا معايا مزيان وركز معايا في الحصه. وعد من عندي، وعد شرف اني نخليك فاهم المؤلف كامل من الاول حتى الاخر، بالاسئله بالفصول بطريقه ديال الاجابه على الامتحان. اذا الامتحان بايت معاكم ان شاء الله. متفقين الشباب؟ اذا انطلقوا على بركه الله. غيسولني واحد غيقول لي استاذ، غنقول له نعم، كيفاش استاذ كيجي الامتحان الوطني في مؤلف دائره الشعر العربي الحديث؟ نهار الامتحان كيلوحوا لنا واحد 4 ديال العوارض، 4 ديال العوارض بمعنى 6 ديال النقاط، وهي العماره ديال التبصيل. نهار يكونوا عندك الضياف وبغيتي التبصيل انه يكون عمر ب6 ديال الليمونات، والفوق دير الكيوي، دير البنان، دير التفاح، دير واحد العرش ديال العنب الفوق. لكن لتحت عمر ب6 ديال النقاط، عمر ب6 ديال الليمونات، لان الليمون رخيص والعربيه كتسوى 20. كاين واحد 6 نقاط هي اللي كتطلع النقاط ديالك في اللغه العربيه. 6 نقاط ساهلين مضمونين، ما كيتبدلوا ما كيتغيروا. انت بغيتي تجيب مزيان في اللغه العربيه، واسمعني مزيان وعمر التبصيل ديالك ب6 ديال النقاط، يعني انت دائما ضامنهم ومصورهم 100%. انا غادي ندير معكم واحد القضيه، غنصايب معكم 4 ديال الورقات ساهلين بساط، يعني 4 ديال الفصول غتشدهم وغديرهم في الورقه بحال هكا، وتمشي نهار الامتحان غتلقى وحده فيهم بالحرف تماما كيف ما انا كاتبه معك، بمعنى 6 ديال النقاط مضمونه. وديك الساعه موراها حاول انك تعمر الفوق. باش غادي نعمر استاذ؟ غنعمر ب 14 نقطه ديال النصوص. غناخذ غير المقدمه والخاتمه ديال مقدمه ديال سؤال الذات، الخاتمه ديال سؤال الذات، او اي تيار او اي تجربه شعريه. عندي 6 نقاط، 2 زائد 4 6 ديال النقاط، ونزيد على 6 نقاط ديال المؤلف، هي 12 نقطه في اللغه العربيه بطريقه بسيطه سهله انا مصورها. اذا انت بغيتي تعمر اللغه العربيه وتصنت لي مزيان، عندك المؤلفات والحصص اللي غادي نخدم معكم ان شاء الله في الايام القادمه، ما تفلتهمش، هما اللي غادي يعمروا لك الشواري. ولما كانوا هاد 6 نقاط وهاد الحصص هادو اللي غادي نخدم معاك، قسما بالله واخا تضل الدراري في اللغه العربيه غتبقى دائما ما بين 11 و 12. شي غبي غادي يقول يا استاذ وراه 12 في اللغه العربيه راه مزيانه. 12 في اللغه العربيه مزيانه الا كنتي غتمشي في العشيه في اللونجلي وغتجيب 12 نقطه، ولكن في العشيه انت غتمشي للونجلي وغتجيب 4. خاص دائما في اللغه العربيه في الصباح تكون عندك 16 نقطه، يعني ضارب 16. وانا خصني ندير بحسابي، بحساب بحساب انك غتمشي للونجلي وغتجيب فيها 4. وفاش ولد الناس لونجلي غتجيب فيها 4، اذا خاصك اللغه العربيه في الصباح تجيب فيها 16 على الاقل. ودوك 6 نقاط اللي تكلمنا عليهم وقلنا ديال المؤلف انهم مضمونين 100%، هذوك 6 نقاط راه ما سميتهمش اللغه العربيه، سميتهم الانجليزيه، هما اللي غادي يعوضوا لينا اللونجلي. اذا اللي بغى ينجح ما عندوش الحق انه يجيب 10 في اللغه العربيه ولا 11، لا لا لا،
خاصو يجيب 16 و17 و18 وهكا ناجح 100%، ونسبه الريسك منعدمه. وهذا هو السبب اللي غيخليني دائما غنبقى نقول لكم الدراري البنات 16 17 هاد النقاط دائما غتبقى تسمعني كندوي بهم. علاش؟ لان خصنا نعوضوا، عندنا الفرنسيه وعندنا الانجليزيه. اما استاذ اللي غادي يجيب 9 و10 في لونجلي و10 في الفرنسيه، هذا ناجح بمعدل واعر، يقدر يوصل حتى 14 ل 15، كاينش مشكل. متفقين؟ انا عندي واحد التخوف من واحد الناس، واحد الفئه ديال الباك ليبر منقاطعين مده كبيره، عندهم نقص في اللغه الانجليزيه والفرنسيه، وكيفاش انهم غادي ينجحوا. نعم اقسم بالله حتى غادي ينجحوا حتى هما كاملين. ونقول لكم واحد القضيه وانتم ما عارفينهاش، باك ليبر نسبه النجاح 100%. خصهم غير يلتزموا معايا، طبقوا داكشي اللي كنقول لهم بالحرف. استاذ نعم دير في راسك استاذ بانني انا ما داخلش للسكويله ما قارياش. دير في راسك استاذ بان بيني وبين القرايه غير الخير والاحسان، راه خرجت من الكاتريام وخرجت من السيزيام. ودير في راسك استاذ بان مده ديال الانقطاع عندي 30 عام، وبيني وبين الوراق تقدر تكون حتى 40 عام. فراسي هادشي كامل فراسي، وعارف بانك ما دخلتيش للسكويله، وبينك وبين القرايه سنوات ضوئيه. لكن نتوما اللي ما عارفينش الشباب ان البكالوريا ما محتاجاش لهذا الجهد هذا كامل. البكالوريا علاش محتاجه شويه ديال التواضع، التواضع التواضع التواضع. كيفاش يا استاذ التواضع؟ بمعنى الحصه ديال اليوم تكون موجد معايا الورقه المزدوجه، وتكون موجد معايا الستيلو وغادي وكتكتب معايا، ما تزقلنيش صافي. نسالي الحصه تلقاك موجد الورقه فاهمها. اذا هذا هو التواضع اللي كنتكلم عليه. بحال دابا اليوم غنوجد معاك 4 ديال الورقات، هاد 4 ديال الورقات غتشدهم. فاش انا غنوجدهم معاك غتخشيهم في هاد الميكا هادي، غتبدا تحفظ فيهم. الليله ديال الامتحان جبدهم وبدا تراجع فيهم. غتمشي نهار الوطني وحده فيهم غتلقى ان شاء الله 100%، غتلقى نفس الورقه اللي انا خدمت معاك تماما تماما تماما، غتلقاها بالحرف الحرف المحروف، الورقه بالحرف. اذا اللي بغى ينجح ويطفروا في اللغه العربيه فعليه بالمؤلفات. ونقول لكم السر علاش ان الدراري كيسقطوا ولا كيسقطوا من المؤلفات. شنو هو السر؟ ان واحد ولا وحده غتجيب 18 و19 لانهم ضامنين 6 النقاط في المؤلفات. فقبل ما ندوز معكم 8 ديال النقاط في النصوص، استاذ 14 نقطه اللي كاينه في النصوص عارف. الى حيدنا المقدمه على 2 والخاتمه على 4، اذا شحال بقات لنا 8 النقاط في النصوص. نقول لكم اولادي بان الطرف اللي غتخدموا غيجيب لك الغله هما المؤلفات. 6 ديال النقاط، 6 ديال النقاط هي اللي غتعمر لك التبصير وغتطلع لك النقاط ديالك في اللغه العربيه. 6 ديال النقاط مضمونين مسوقرين 100%. علاش يا استاذ مضمونين وعلاش يا استاذ مسوقرين؟ لان الاسئله ديالهم حنا عارفينهم. اجي نقراو الاسئله ديال المؤلف داير الشعر العربي الحديث اللي غيطيحوا لكم ان شاء الله نهار الامتحان. اول سؤال رابط القول بسياقها داخل المؤلف. العرض رقم 2 السؤال الذي يتغير، بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة المؤلف. العرض رقم 4 صياغة خلاصة تركيبية تبرز فيها قيمة المؤلف ظاهرة الشعر الحديث. نتكلم معكم بدون لغة الخشب. اجي نعاود معك هذه الأسئلة. رابط القول بسياقها داخل المؤلف، بمعنى اعطيني مقدمة ولا كنتي راجل حدد لي الفصل. إلا سميتك راجل وسيد الرجال حدد لي الفصل. غيعطيونا واحد المقطع، غيعطيونا غيعطيونا نهار الامتحان واحد المقطع، وغيقول لك غيعطيونا واحد المقطع هو هذا، ولا كنتي راجل حدد لي اش من فصل. هذا المقطع هذا الى اي فصل ينتمي انا غنعلمه لك. السؤال رقم 2 وهو الجوكر. العارض رقم 2 هذا السؤال يتغير بتغير الامتحان الوطني. كل امتحان شنو هو السؤال اللي غادي يعطيونا؟ واستاذ نقدر نتقول بهنا استاذ؟ لا ولادي ما كيتقولبوش، حتى واحد ما يقدر انه يتقول، حيت كلشي غنعلمو لك انا. اذا هذا عندنا العرض الاولى رابط القول بسياقها داخل المؤلف، مقدمه وحدد لي الفصل. غننزلو معاك ان شاء الله نعطيه لكم بالصحه والراحه. السؤال رقم 2 وهو اللي داير عليه الفيلم، المؤلف كامل. يعني غير نهار الامتحان غيسولوك على واحد السؤال من 4 ديال الفصول اللي عندنا في مؤلف دايره الشعر العربي الحديث، غيحطوا لك هنا انا غنعلمو لك. السؤال رقم 3 بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة المؤلف. ستوب نشرحها.
هذا السؤال عنده جوج ديال الصيغ. الصيغه الاولى كيقول لك اعطيني المنهج الذي اعتمده احمد المعداوي في دراسته لمؤلف دائرة الشعر العربي الحديث بشكل كامل. بمعنى فاش بغيت تعطيه المنهج، عطيه المنهج اللي داروا احمد المعداوي في الكتاب ديالو كامل. كاينه صيغه اخرى عاوتاني غيقول لك بيان المنهج الذي اعتمده احمد المعداوي في دراسه هذا الفصل. حدد لي، قال لي فقط غير في الفصل اللي طلب مني. اذا شحال من صيغه عنده الدراري؟ عنده جوج ديال الصيغ. ممكن يقول لي اعطيني المنهج بشكل عام، او يقول لي اعطيني المنهج ويحدد لي الفصل او الموضوع اللي غنتكلم عليه. اخر حاجه وهي الخاتمه، صياغه خلاصه تركيبيه تبرز فيها قيمه المؤلف دائرة الشعر العربي الحديث. متفقين الشباب؟ واضح؟ داكشي علاش قلت لكم بان 6 ديال النقاط حنا مصورينهم ضامنينهم. علاش؟ لان الاسئله عندنا حتى تخرج الاستاذ راه عندي موجود، انا غنمليها عليكم بالحرف ان شاء الله. اذا انا الاول باش تشوف معايا الطريقه كيفاش غنصوروا 6 ديال النقاط، ومورا هذيك الساعه تمخمخ معايا مزيان في ديك 8 النقاط اللي بقات لنا في النصوص. اما البكالوريا قسما بالله حتى غتنجح، خاصك تعرف باش طايبه، ومهما كان المستوى ديالك خارج من الكاتريام ولا السيزيام زم غا فمك، زم غا فمك وصبر معايا. طرخه شويه، عطيني غير النهار الاول والثاني والثالث اوب صافي فهمتي اللعبه. متفقين؟ عندي لكم واحد الطلب وما بغيتكمش تردوها في وجهي. اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا بغيت هذه الحصه هذه ما تبقاش عندك، بارطاجي مع ولاد الشعب، عطي للناس باك ليبر محتاجين متمدرسين كيدوزوا واحد الفتره الان دابا ازمين نفسانيا عند راسهم بان البكالوريا صعيبه، البكالوريا قوالب. اذا خذ معايا وغتنجح ان شاء الله هذا العام 100%. واخا يكون عندك الجهوي 3 4 2 ما كيهمش، باك ليبر. واخا يكون عندك النقص في الفرنسيه في الانجليزيه، اسمع كلامي وانا نضمن لك النجاح، وانا نتحمل المسؤوليه ديال الهضره ديالي كامله. متفقين؟ اذا اجي نطلقوا على بركه الله نشرح لكم مؤلف دائره الشعر العربي الحديث. كتاب ظاهره الشعر العربي الحديث، هذا الكتاب كتب واحد السيد. يلا دابا كلشي سمعني، ما غنهضر معكم على العارضه الاولى، ما غنتكلموا على العارضه رقم 3 ولا 4، لان هادو التخرج ديالهم ها هو عندي. لكن فين هو الجوكر استاذ؟ هو العارضه رقم 2، هو اللي داير عليه الفيلم. يعني انت خصك تقرا المؤلف كامل باش يلا تقدر تجاوب على هذا. اشنو بالك بانك ما عندك ما دير بالكتاب؟ حضر معايا غير هذه الحصه هذه، قسما بالله تتولي احسن واحد وتصور 6 ديال النقاط ديالك ان شاء الله. متفقين؟ اذا غنتكلم معكم على العارضه رقم 2. العارضه رقم 2 استاذ علاش كدوي؟ كدوي على واحد الكتاب سميتو ظاهره الشعر العربي الحديث. من كتب هذا الكتاب؟ كاتب هذا الكتاب يدعى احمد المعداوي. احمد المعداوي الله يخلف عليه هو من كتب كتاب ظاهره الشعر العربي الحديث، وقسمه الى تجربتين. اشنو دار احمد المعداوي؟ قسمه الى تجربتين، واهتم بدراسة تجربتين شعريتين تطويريتين. التجربة الأولى سميتها التيار الوجداني، والتجربة الثانية سميتها الشعر الحر. الشعر الرومانسي هو التيار الوجداني، والشعر الحر. أحمد المعداوي كتب في كتابه شنو هي الظروف التي ساهمت في تطور الشعر من مرحلة كان يسائل فيها الشاعر ذاته إلى مرحلة أضحى فيها الشاعر أكثر تحسسا لواقعه. وبالتالي أحمد المعداوي غيدرس لنا في هذا المؤلف جوج ديال التجارب. التجربة الأولى هي الشعر الرومانسي، والتجربة الثانية هي الشعر الحر. إذا أحمد المعداوي في كتابه درس تجربتين. التجربة الأولى هي الشعر الرومانسي التيار الوجداني، والتجربة الثانية هي الشعر الحر. غيقول لي واحد أستاذ علاش أحمد المعداوي ما تكلمش على البعث والإحياء؟ نقول لكم بأن أحمد المعداوي حقار على الإحيائيون وما تكلمش عليهم. ولكن انتم اللي ما عارفينش بأن أحمد المعداوي اشنو درس التطور الشعري. ومتى بدأ التطور؟ التطور بدأ مع سؤال الذات، لأن البعث والإحياء فقط كانوا يقلدون القدماء. إذا كلشي ركز معايا مزيان. أنا عاود لكم القصة. أحمد المعداوي كان عنده ما يدار، جرات عليه المرأة وبقى مشومر، مشى للقهوة وهز معاه شي وراق بويض وهز السيلو وبدا يكتب، وبدا يفرغ قلبه وبدا يكتب كل حاجة كيعرف على التيار الوجداني. أستاذ نعم، شنو هو التيار الوجداني؟ التيار الوجداني هو الشعر الرومانسي، هو واحد الشعر، واحد السيد كيبغي واحد خيتنا
ومشى للخلا وبدا يعنق شجره وبدا يبكي عليها. اذا احمد المعداوي تطرق في كتابه في الفصل الاول عن حديث التيار الوجداني. عن ماذا؟ عن التيار الوجداني، يعني الشعر الرومانسي، من حيث المضمون ومن حيث الشكل. غتسمحوا لي غندير معكم واحد العمليه. احمد المعداوي في الفصل الاول تطرق الى التيار الوجداني، صحيح، لكن اللي انت ما عارفش هو انه قسمه الى قسمين، من حيث المضمون، من حيث المضمون ومن حيث الشكل. يلا عاودوا معايا الدراري، هذا كله سميتو التيار الوجداني الفصل الاول، لكن قسمه احمد المعداوي الى قسمين، من حيث المضمون ومن حيث الشكل. واحد ما غيعرفش شنو هو المضمون وما غيعرفش الشكل. اوكي، نعطيك واحد المثال. انت دابا الا بغينا نعرفوا من حيث المضمون ديالك، يعني من حيث الافكار ديالك، كيفاش كتفكر، الطريقه ديالك، ولكن الا بغينا نشوفوا من حيث الشكل الهندسي ديالك اللي خلقك به الله سبحانه وتعالى، فنفس الامر. فاحمد المعداوي في الفصل الاول تكلم عن التيار الوجداني من حيث المضمون، يعني الافكار ديالهم انهم يعبرون عن الذات ويفرون الى الغاب، يعني الاغراق في اش؟ في الذات، كيتكلموا على القاشوش بزاف. وتكلم عن الشكل، الشكل الهندسي ديال القصيده، من حيث المضمون ومن حيث الشكل، من حيث المضمون ومن حيث الشكل. من بعد احمد المعداوي غيجبد بواحد التصرفيقه مع التيار الوجداني، غيقول لهم علاش جيتوا وباش كتميزوا وشكون هما نتوما. احمد المعداوي اول ما تطرق في النهار الاول تطرق الى التيار الوجداني ودرس اسباب ظهوره واهم شعرائه ومدارسه وما هي اخفاقات هذا الشعر، يعني فين هو العيب في هذا الشعر هذا. لكن في الاخر احمد المعداوي اكتشف الشعر الرومانسي، قال لهم شي نتوما ما شعراء ما والو، وعايرهم وسبهم. استاذ واش حنا غنقراو السبان والمعيور؟ نعم، غتقرا السبان والمعيور ديال احمد المعداوي للشعراء الرومانسيون، غيكون في الفصل الاول. دابا استاذ بغيتش تقول بان احمد المعداوي تجرأ على الرومانسيون؟ نعم، سبهم وعايرهم، لكن بطريقه ادبيه، واعتبر ان هذه التجربه هي سلبيه، ان هذا الشعر ما شعر ما والو. وعلاش استاذ مالو؟ اش دار مسكين؟ ناسي بلادو في 1920 المغرب محتله، تونس، الجزائر، والبرهوش معنك شجره وكيبكي على المراه، يتحدث عن ذاته فقط، عن قاشوشه وناسي بلادو. واش هذا الشاعر هذا؟ والشاعر اللي ما يدويش على القضيه الفلسطينيه في زمن الاحتلال هذا الشاعر هذا؟ والشاعر عباد الله اللي ما يدويش على القضيه ديال الامه العربيه في زمن الاستعمار هذا الشاعر؟ شاعر اناني، شاعر نرجسي، شاعر لا يهتم الا بقضايا الذات ويتناسى الوجدان الجماعي. مشاعر ما والو عندها اش حسب احمد المعداوي. يقول لهم احمد المعداوي شكون نتوما ويمتى جيتوا وشكون هما الشعراء ديالكم، ولكن احمد المعداوي في الاخر غينقي لهم دراسهم، واعتبر ان هذه التجربه اش هي تجربه سلبيه. دابا نهار الامتحان كيفاش غادي يكون السؤال؟ دابا نهار الامتحان كيفاش هما غيعطيونا الاستاذ السؤال نهار الامتحان الوطني؟ غيكونوا بحال هاد العوارض هادو، العارضه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. قلنا على ان العارضه رقم 2 هي اللي كتغير. غيسولونا في هذا السؤال غيقول لك اذكر خصائص التيار الوجداني من حيث الشكل او لا من حيث المضمون. فاللي طلبوا لي غادي نكتبوا لهم، الورقه ها هي عندي بالحرف، تخرج هو عندي هنايا. متفقين الشباب؟ استاذ شنو هو المضمون وشنو هو الشكل؟ من بعد غنتعرفوا على هذا الشيء. دابا اللي بغيتك تعرف معايا الحاجه المهمه والاساسيه دابا في هذه الحصه هذه، اعرف بان احمد المعداوي درس في الفصل الأول التيار الوجداني وقسمه إلى قسمين، من حيث المضمون ومن حيث الشكل. بركة. دابا أجيو معايا نتكلموا على التجارب الأخرى اللي تكلم على أحمد المعداوي، يعني الفصل الثاني والثالث والرابع. هذا الفصل الأول هو عقل عليه من حيث المضمون ومن حيث الشكل. كاين الفصل الثاني، الفصل اش؟ الفصل الثاني. كاين ايضا الفصل الثالث، وكاين ايضا الفصل الرابع. اذا كم من فصول لدينا في مؤلف دائرة الشعر العربي الحديث؟ 4 فصول. الفصل الاول اهتم احمد المعداوي اش؟ بدراسة التيار الوجداني من حيث المضمون ومن حيث الشكل. في الفصل الثاني اهتم احمد المعداوي باش؟ بالغربة والضياع، تجربة
تسمى بالغربة والضياع. حيد هادو وركز معايا في هذه التجربة اللي سميتها الغربة والضياع. هذا الشعر هذا نهار الاول فاش ظهر متشائم اللي كيسمعو كيضرو راسو. الشعر يجيب لك الاكتئاب، الا قريتيه يجيب لك البكيه. فاحمد المعداوي خص له فصل وسماه بالغربه والضياع، تجربه اسمها بالغربه والضياع. متى ظهرت سنه 1948 ابان نكبه فلسطين. شعر يتحدث عن واقع الانسان. شنو غيقول استاذ هذا الشعر هذا؟ غيقول في كل درب يمشي الموت، وعلى كل باب بيت كفن، طرقاتها سوداء، موت في الأحياء. فالسيد متشائم واحد الدرجة ما غتصوروهاش معايا. فلذلك سماه أحمد المعداوي بالغربة والضياع. المشهد اللي بغيت نصور لكم وبغيتك أنك تسهي معايا وترخي معايا دماغك هذا هو أحمد المعداوي. أحمد المعداوي غينطلق من هنا. أحمد المعداوي انطلق من هنا وتلاقى بواحد الشاعر. قال لي عافاك بغيت نسولك. قال لي مرحبا تفضل. قال لي شنو كتقول على المدينه؟ قال لي شنو كتقول على المدينه؟ قال لي بغيت ندويلك على المدينه. قال لي مدينتي هي ارض الخراب، مدينتي هي ارض الموتى. احمد المعداوي جمع معاه قال لي اسكت زم فمك الصباح هذا. قلنا لك صاحبي دوينا على المدينه ما بالك فيها غير الموت، ما بانوا لك شوارع اشجار حدائق، ما بالك غير الدمار في المدينه. احمد معداوي هز ساكو ومشى. احمد المعداوي وخلى الشاعر الاولاني غيتلاقى مع صاحب الشاعر الاول. قال ليه دوي لي على الكون. قال لي مرحبا. الكون. قال لي غندوي لك على الكون. قال لي ايها الكون القاتم المظلم، فيك الموت يسري، فيك الضباب والغمام. باقي ما كملهاش ويجيب مع احمد المعداوي واحد التصرفيقه. قال لي هذا هو الكون. قال لي الكون ما بان لك فيه شمس، ما بان لك نجوم، ما بان لك نسيم لا فراشه. نقول لكم واحد القضيه. شي فاش نهار غيبغي يتكلم على الكون في القصيده دائما غيجبد لك غير الدمار والخراب ما غيجبدش شي حاجه مزيانه. قال لي احمد معداوي انت واحد الانسان اسود قاتم صاحبي ممل، ما بان لك غير السواد في الكون. احمد المعداوي ويدور مع الدوره غيتلاقى مع واحد الشاعر صاحب الاولانيين، صاحب اللي دوا على المدينه واللي دوا على الكون. قال لي صاحبي واش عرفتي صحابك شنو قالوا لي؟ قلت لهم تكلموا لي على المدينه قال لك الخراب، قلت لي دوي لي على الكون قال لي الدمار. قال لي وانت شنو كتقول في الشعر؟ قال لي انا كنتكلم على الحب. قال لي انا كنتكلم على الحب. قال لي حبيبتي. احمد المعداوي قال لي برافو مزيان، واخيرا غنلقاو شي واحد غيتكلمنا على الحب. حبيبتي فلترحلي فلن اعود. قال لي ويلي. قال لي والله او تعلمين انني اسرتني الهه البحار في جزيره دم وحار فلترحلي فلن اعود. المهم تيش هادشي. المهم احمد المعداوي بدا كيضرب في رجليه. قلنا لكم دولنا على المدينه قلتوا لنا الخراب، دولينا على الكون قلتي لي مظلم، قلنا لك دولينا على الحبيبه قلتي لنا عمرنا غنتلاقاو. وبقات اخر حاجه غنسولكم عليها الله يرضي عليكم، الكلمات اللي كتكتبوا بها كيفاش دايرين؟ قال لي الكلمات ديالنا كلها فيها السواد والضباب والغمام، كلمات متشائمه، كلمات في اسطرها يسري الموت. يا ساده يا كرام، يقول لكم احمد المعداوي ان الشعر الحر في بدايته الاولى كان متشائما في كل مواضعه. احمد المعداوي غيشد الكتاب بلاش نشوف لكم، ها هو قلق الموت بحاله متشائم، ضرب معاهم هذا. غيشد الكتاب ويقول لكم يا اصحاب السنه الثانيه بكالوريا، ان الشعر في بدايته الاولى، الشعر اقصد به الشعر الحديث ولا اقصد به البعث والاحياء. فاش بدا الشعر بدا متشائم ولم يزرع الامل في نفوس القارئ، فعندما نساله او سالناه عن المدينه يقول سواد وضباب، وعندما نساله عن الكون اش غيقول لي؟ ظلام في ظلام. وعندما سالناه عن الحب قال الفراق. وعندما نساله عن الكلمه ماذا سيقول؟ كلمات بدون معنى ولا مأوى، كلمات تدعو الى الموت والخراب، كلمات لا تدعو الى الامل والتفاؤل. إن الشعر الحر في بدايته يا سادة يا كرام، قال لكم أحمد المعداوي شعر متشائم،
لذلك سماه أحمد المعداوي بآش؟ بالغربة والضياع. كان هذا الشعر هذا اللي كيقراه أي واحد غيقراه غيجيب ليه البكية، شعر متشائم مكتئب، تقراه يجيب لك تبكي الدموع. البكية فاش يا أستاذ؟ البكية في الكون، البكية في الحب، البكية في المدينة، البكية في آش؟ في الكلمة. إذن أحمد المعداوي تطرق في الفصل الثاني إلى الحديث عن الغربة والضياع، شعر متشائم ظهر إبان نكبة فلسطين سنة 1948. من بعد بشوية بشوية أصبح الشاعر متفائل، بدا كيدخل واحد النوع ديال التفاؤل في آش؟ في الفصل الثالث. لأن سبحان الله كان من ليلة نبيت فيها على ظمأ فنصفق على غيث وأمل جديد. يظن الإنسان أنه غيبقى بحال هكا، لكن سرعان ما يأتي الفرج من عند الله عز وجل، فتتحول الحياة بعدما أن اشرأبت الأعناق في الأحزان، فيتحول الإنسان من حالة الحزن إلى حالة الأمل والفرح. فما الذي حدث حتى ينتقل الشاعر من الحديث بشكل حزين إلى حالة الفرح والأمل؟ حدث أمر غريب وعجيب. قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس سنة 1956. في 1956 حصل المغرب على استقلاله، تونس، الجزائر، ليبيا، العراق، الأردن. يا سادة الكرام انتباه، فرحة عمت كل الشعوب العربية. وما زاد الأمر سرورا هو الحلم العربي بقيام دولة عربية موحدة قام بها جمال عبد الناصر، وأعلن عن قيام دولة عربية موحدة. وهنا فين غنشوفوا دوك ثلاثة نجمات في ذاك الهلال، عرف بأن كانت فيها فلسطين ومصر وسوريا. إذن أمام هذه الظروف ناض الشاعر في الصباح ويحل الراديو ويسمع على هذا الخبر، فبدات فيه الروح ديال الحياة، وهز القلم ديالو وبدا كيكتب عن الحياة بعد الموت، وبدأ يحلم بالحياة بعدما كان لا يرى في الدنيا سوى الموت. فانتقل الشعر الحر من شعر الكساد، شعر الرثاء، البكاء، إلى شعر الأمل وصيحة النصر. فظهر نوع جديد سماه أحمد المعداوي، وهو شعر متفائل، وخص له أحمد المعداوي الفصل الثالث إنه آش؟ الحياة والموت. الحياة والموت. مفهوم الشباب؟ واضح؟ إذن الفصل الأول تطرق فيه أحمد المعداوي إلى آش؟ التيار الوجداني، وقسمه إلى قسمين من حيث المضمون ومن حيث الشكل. من حيث المضمون ومن حيث آش؟ من حيث الشكل. لكن في الفصل الثاني أحمد المعداوي تطرق آش؟ إلى الغربة والضياع، سماه بالغربة والضياع. والفصل الثالث سماه أحمد المعداوي بالحياة والموت. وآخر حاجة وهو الفصل الرابع. آخر حاجة شنو هي الشباب؟ الفصل الرابع سيتحدث أحمد المعداوي عن البنية، يعني الشكل الهندسي ديال القصيدة، اللغة والصورة والإيقاع، يعني على مستوى الشكل كيفاش دايرين. إذن عندنا الفصل الأول هو التيار الوجداني، نديروا ليه بحال هكا صافي واضح، من حيث المضمون ومن حيث الشكل. هذا كله كنسميوه التيار الوجداني. تكلم في أحمد المعداوي في الفصل الأول. هاد الثلاثة هادو كاملين كنسميهم بالشعر الحر. الشعر نهار الأول بدا متشائم، تسمعوا يجيب لك البكاء. من بعد جاء شعر متفائل. اش؟ شعر متفائل، الفصل الثالث. هادو من حيث المضمون، يعني الأفكار. لكن هنا شنو غادي يدير أحمد المعداوي؟ غيدرس لنا الشكل الهندسي ديال القصيدة. ستوب باش نشرح لكم. إذا باش تفهم معايا من حيث المضمون ومن حيث الشكل، أجي نشرح لك مزيان. هذه قصيدة ديال آش؟ الشعر الحر. وأتيت يوما للمدينة كالغريب ورنين صوت أبي يهز مسامعي. إلا قريتها كاملة غتجيب لك الضيم، غتجيب لك البكية. علاش؟ لأن الشعر هذا ظهر في آش؟ في الاستعمار، ظهر في زمن آش؟ ظهر في إبان نكبة فلسطين، فاش الكيان الصهيوني غادي ياخذ الأراضي الفلسطينية، وأن بريطانيا غتقسم وغتعطي لفلسطين واحد الطرف واليهود غادي ياخذوا طرف. إذن هذا واحد النوع ديال الشعر. من بعد غيجي واحد النوع ديال الشعر اللي هو متفائل في آش؟ فاش غادي يكون تأميم قناة السويس وجمال عبد الناصر غادي يحاول أن يوحد الشعوب العربية، الشاعر غادي يحس بشوية ديال التفاؤل.
اذا هذا من حيث المضمون. من حيث الشكل، يعني الشكل الهندسي ديال القصيده، الصوره والايقاع والاساليب، الصوره والايقاع والاساليب. ونفس الامر عاوتاني كاين في التيار الوجداني. ها هو هذه قصيده ديال سؤال الذات، اي احمد معداوي تكلم على سؤال الذات. قلنا من حيث المضمون الى قرينا القصيده غنلقاو انهم يفرون الى الغاب يعبرون عن الذات. متفقين؟ هي تجربه وجدانيه قاشوشيه، دائما الشاعر يتحدث عن ذاته. لكن من حيث المضمون شنو هي استاذ؟ من حيث المضمون يعني الصوره والايقاع والاساليب، الشكل الهندسي ديال القصيده. واضحه؟ مفهوم؟ فهمتوا معايا دابا اللعبه؟ اذا فاش نقول لك من حيث المضمون عرف بانه الافكار، ومن قال لك نقول لك من حيث الشكل اعرف بانه اش الشكل الهندسي ديال القصيده والصوره والايقاع والاساليب. وركزوا مزيان الشباب، لان في النص النظري غنحتاجوا هذه القضيه هذه، غيبغيو يقلبونا، غيقول لك اعطيني الشكل الفني. انت في النص النظري اش غدير؟ غتمشي تبدل لي المضمون والشكل، وغتضيع 3 ديال النقاط. رد البال، ما بغيت حتى شي واحد يتقول. متفقين؟ اذا نتمنى اني وصلت لكم الفصول، الفصل الاول والثاني والثالث والرابع. دابا هما نهار الامتحان اشنو غادي يسولونا. اذا فريق نافع خير يعلن بشكل رسمي عن افتتاحه للغرفه المغلقه التي طالما انتظارها كثيرا. بزاف ديال الناس كيسولوني استاذ واش غتكون الغرفه المغلقه هذا العام؟ نعم غادي تكون، وبطبيعه الحال كان لها الفضل الكبير بزاف بعد الله سبحانه وتعالى في النجاح ديال المتمدرسين والاحرار باش انهم ياخذوا البكالوريا ديالهم. وباش ان الجميع يستافد من هذه الفرصه هذه الذهبيه، حاولنا ان نديروا واحد الثمن جد رمزي، يعني فقط 300 درهم كتخلصها مره واحده فقط في الدخول ديالك، وكتستافد من جميع المواد، يعني اللغه العربيه، الفلسفه، الاجتماعيات، اللغه الانجليزيه، كذلك الفرنسيه والتربيه الاسلاميه والرياضيات بخصوص الناس ديال باك ليبر. المتمدرسين عندكم 4 ديال المواد ديال الوطني، العربيه والفلسفه والاجتماعيات واللغه الانجليزيه. وبطبيعه الحال كنعاودوا معكم بروغرام من البدايه، وكنمشيو معكم بخطوه بخطوه حتى نوصلكم ان شاء الله الى بر الامان وتحصلوا على البكالوريا ديالكم. ما كتهمش مده ديال الانقطاع، واش انت منقاطع ولا ما منقاطعش، وما كيهمش المستوى ديالك، وخا يكون عندك الجهوي طايح 2 3 4 ناجح ان شاء الله 100%. فالسؤال المطروح استاذ شنو هي المميزات ديال الغرفه المغلقه اللي غتخليني انا ننضم ليها؟ طيب بدايه خلونا كامل اننا نتفقوا على واحد القضيه، هو انه الفتره اللي بقات الامتحان الوطني راه كافيه ان شاء الله باش نخليك انك تاخذ البكالوريا ديالك. يعني واخا يلا غتقول بسم الله يلا غتبدا، كافياني وبزاف الاستراتيجيه والطريقه اللي كنعتمدوها باش انك تقضي الغرض وتاخذ البكالوريا ديالك هذا العام ان شاء الله. لانه الحصص غادي تكون ان شاء الله بشكل يومي، يعني كل نهار غتكون عندكم ان شاء الله الحصه، اضافه الى الطريقه ديال الشرح اللي كتكون بواحد الاحترافي، يعني ميمكنش انك ما تفهمش معايا في الحصه. وايضا كنحاولوا اننا نعطيوكم جميع الاوراق اللي غادي تحتاجوهم، يعني استاذ جميع الاوراق، لا من ناحيه المقدمات، لا من ناحيه المنهجيات ديال اللغه العربيه ولا ديال الفلسفه، ديال اللغه الانجليزيه، ديال اللغه الفرنسيه، يعني جميع استاذ الاوراق اللي غتحتاجوهم. انا غادي نوريكم على سبيل المثال النوعيه ديال الاوراق اللي غادي توصلوا بها ان شاء الله. كنا غنتكلموا على اللغه العربيه، فجميع المستفيدين في الغرفه المغلقه ان شاء الله غيتوصلوا بهذه الاوراق هذو: منهجيه ديال البعث والاحياء، منهجيه ديال سؤال الذات، المنهجيه ديال الشعر الحر. بطبيعه الحال هاد المنهجيات هما اللي كيخليو النقطه ديالك انها تكون طالعه ان شاء الله في الامتحان الوطني، واخا ما يكونش عندك اسلوب. اضافه الى انك كتستافد من المقدمات، يعني المقدمات كامل كنحاول ان نعطيوهم ليك مع الخواتيم ديالهم. في المنهجيات كذلك منهجيه ديال روايه الصو الكلاب ديال ظاهره الشعر الحديث. اذا هادشي كامل كنحاولوا ان نعطيوه لك باش ان شاء الله النقط ديالك يكونوا طالعين في الامتحان الوطني. اضافه الى ان كل سؤال في الامتحان الوطني وفي الجهوي كنعلمك كيفاش تجاوب عليه، بمعنى ان شاء الله ما كاينش شي سؤال غيطيح نهار الامتحان الوطني وانت ما عارفش الجواب ديالو. متفقين؟ اذا اي سؤال ان شاء الله كنعلموك وكنوريك الطريقه ديال الجواب، يعني الجواب كيكون واجد، يعني كنحفظوه من الدار. اضافه الى ماده الاجتماعيه هي كذلك، يعني الاسئله ان شاء الله اللي غيعطيونا في الموضوع المقالي سواء في التاريخ ولا في الجغرافيا، وبطبيعه الحال غنحدد معكم موضوع المقالي فين غادي يكون. يعني كل سؤال كنحاولوا ان نجاوبوا عليه، والجواب ديالو كنعطيه لكم بحال هكا على هذا الشكل هذه. اضافه الى ان كل ماده كنحاولوا ان نخدموها في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف. مثلا اللغه العربيه تقدر تستغرق لنا واحد 7 ايام، يعني 6 ايام 7 ايام كامله. ماده الاجتماعيه هي كذلك واحد 10 ايام، يعني الموضوع المقالي هو الاول خصو يتحفظ، من بعد كنمشيو للدروس اللي ماشي مهمين ما يكونوش في الامتحان الوطني
كنحاولوا نخدموا التطبيقي في التاريخ ونخدموا الموضوع المقالي في الجغرافيا. كذلك في ماده الفلسفه يعني كيكون عندكم اوراق التخراج ديالهم كوبلي كامل. اذا هاد المميزات هادو كاملين قادرين باش انهم يخليوكم ان شاء الله تحصلوا على واحد المعدلات طالعين في الامتحان الوطني. واخر شيء واحد الميزه اللي ما غتلقاوها حتى في شي بلاصه اخرى هو تحديد مواضيع الامتحان. يعني ان شاء الله الناس اللي غيدخلوا ان شاء الله الغرفه راه غادي نحددوا معاهم يعني المواضيع داكشي اللي غيكون ان شاء الله غيتحدد. باش انكم تنضموا للغرفه المغلقه غنخليكم ان شاء الله الارقام ديال المشرفين اللي غتواصلوا معاهم. حاول انك تسكريني هاد الارقام هادو، غتصيفطوا لهم كلمه عرض وهما ان شاء الله غيتواصلوا معكم وغيوريوكم الطريقه ديال التسجيل. غتلقاوني ان شاء الله معاكم في التوجيه وفي التأطير يعني بشكل يومي. اللغه العربيه والفلسفه والاجتماعيات غنكون معكم انا استاذ يونس. اللغه الفرنسيه والانجليزيه والرياضيات والتربيه الاسلاميه معايا تبارك الله اساتذه حريفيه وواعرين اللي بطبيعه الحال يعني غاديين في نفس الطريقه، لا في الناحيه ديال الشرح لا في الطريقه ديال الامتحانات. يعني غتلقى بان الاجواء كلها مهيئه باش تاخذ البكالوريا ديالك باذن الله تعالى. نهار الامتحان شنو قلت لكم الشباب؟ قلت لكم على ان العارضه اش من عارضه كتغير. العارضه رقم 2 هي اللي كتبدل وكتغير، اما العارضه رقم 1 و3 و4 ثابتين ما كيتغيروا ما كيتبدلوا. اذا حنا دابا مضاربين مع العارضه رقم 2. اشنو غادي يسولونا؟ اما يقول لي في العارضه رقم 2 التيار الوجداني واش من حيث المضمون ولا من حيث الشكل الله اعلم، اللي طلبوا مني نعطيه لهم. غيسولوني على اش؟ الغربه والضياع، يقول لك الغربه في الكون، الغربه في الحب، في المدينه، في الكلمه. غيعطيوني الفصل الثالث ادونيس، بدر، شاكر، سياب، خليل الحاوي، على حسب. شوفوا هما شنو طالبين. شوف معايا هنا ابراز اهم ما يميز تجربه الشاعر ادونيس مع الحياه والموت. واو استاذ، صافي بهذه الطريقه كيجي امتحان بهذه السهوله بهذه الوقاحه. وتقول لي البكالوريا صعيبه، انت مضروب فردي خاوي وقيله. امتحان بايت معاكم غالي ما بغاش ينجح. اذا دابا شنو هنايا؟ قلنا الفصل الثالث في بعض الشعراء بدر، شاكر، سياب، خليل الحاوي، من بعد غنتعرفوا على داك الشيء. ولكن هما هنا حدوا لي بغاو ادونيس، غنعطيهم ادونيس 3 ديال السطوره الله يجعل شي بركه ونبوس يديا نضمن 3 النقاط. متفقين؟ الا مشينا عاوتاني هنا غنلقاو انهم طالبين الشكل ديال اش؟ ديال الشعر الحر. استاذ وباش غنعرف استاذ بان راه بصح طالبين منا الحياه والموت؟ ربما نقدر نغلط استاذ ونضيع 3 النقاط. مستحيل تغلط، نسبه الخطا منعدمه. علاش؟ لانني غنوريك الفصل يعني انطلاقا من كلمات المفاتيح. بحال دابا هنا عندك الموت والحياه، صافي باين الفصل الثالث بلا ما تمشي انك تشوف لي الصفحات، هادشي غنتكلموا عليه. اذا واحد فاهم ما يحتاجش انه يشوف الصفحات، يشوف المقطع الى اي فصل ينتمي، ماشي ضروري. متفقين؟ اذا نعاود معكم نهار الامتحان اشنو غادي يسولونا في العرض رقم 2. اما او جاوب او مفهوم اللعبه الشباب؟ واضح. انا بغيتكم دابا غتفهموا معايا الاسماء ديال كل فصل. غرتب معايا دماغك دابا، حاولوا انكم ترتبوا معايا الافكار ديالكم. نهار الامتحان غيعطيونا التيار الوجداني، اولا غيعطيونا الغربه والضياع، اولا غيعطيونا اش؟ الفصل الثالث الحياه والموت، اولا يعطيونا الشكل الجديد. استاذ التيار الوجداني اللي انت ما عارفوش، الغربه والضياع حتى هي ما عارفهاش، الفصل الثالث الحياه والموت اللي حتى هي انت ما عارفهاش، والشكل الجديد اللي حتى انت ما عارفهاش. وانا ماشي شغلي في هذا الشيء دابا، بغيت غير نرتب لكم الافكار ديالكم صافي مفهوم، ونقول لكم بان الامتحان راه ساهل، بان الامتحان بايت عندنا. عرف غير الاسماء ديالهم دابا ومن بعد ان شاء الله ها هو التخراج واجد. تخيل معايا دابا التيار الوجداني، غنشرح لك التيار الوجداني، عطيني 15 دقيقه غنزلوا لك وغتجاوب على الامتحان. الغربه والضياع كذلك، الحياه والموت ايضا، الشكل الجديد. الامتحان ها هو واجد. فقره هنا، فقره هنا، فقره هنا، فقره هنا. ولا بغيتي تثيق بالهضره ديالي سير قلب الامتحانات، اي امتحان وطني سواء ديال 2020 2021 امتحانات ديال السنه الماضيه، غتلقى بان 4 العوارض اللي كاينين في مؤلف دايره الشيء العربي الحديث. العارضه الاولى مقدمه ولا اكتراج الحد ديال الفصل. استاذ علمني، غنعلمك. العارضه رقم 2 السؤال الذي يتغير،
يعني ممكن التشيال الوجداني، الغربه والضياع، حياه وموت، الشكل الجديد. العرض رقم 3 المنهج النقدي الذي اعتمده احمد المعداوي في الكتاب كامل او لا، غيحدد لي الفصل او يقول لي الغربه والضياع يعني في احد المواضع او لا بشكل عام. استاذ اعطيه لي مرحبا انا غنعطيه لك. واخر حاجه وهي الخاتمه. فهم الشباب واضح؟ اذا دابا شنو بغيت، شنو مطلوب مني انا دابا؟ استاذ اعطيني مقدمه واعطيني كيفاش نحدد الفصل، واعطيني استاذ السؤال رقم 2 غنعطيه لك، لكن ماشي دابا. غنمشيو للمنهج، غنعطيك المنهج الذي اعتمده احمد المعداوي وغنعطيكم الخاتمه. مستعدين معايا؟ يلا نبداو. اذا هذه هي المقدمه والمنهجيه كامله. يعني باش تقدر انك تصور 6 ديال النقاط خاص تكون عندك هذه المنهجيه دي كومبلي. انا غنشرحها لكم. اول حاجه قلناها غيسولونا نهار الامتحان على اش ربط القوله بسياقها داخل المؤلف، على اش كل عام وعلى حسب التنقيط. مره كيعطيو عليها نقطه ونص، بمعنى يعطيو المقدمه نقطه ويعطيو لتحديد الفصل نص نقطه، او لا يعطيو نقطه يعني كل عام، وكما كنقولوا رزقوا. لكن الاهم هو انك تجاوب على ذاك السؤال. كيفاش غنجاوبوا استاذ؟ غادي خصك واحد المقدمه موجزه. يعد كتاب ظاهره الشعر العربي الحديث، يلا كلشي يكتب معايا، حاولوا انكم تكتبوا معايا، سكرينيها، سكريني المقدمه. يعد كتاب ظاهره الشعر العربي الحديث من الدراسات النقديه التي تمكن فيها المعداوي المجاطي من خلال قدرته على ممارسه التاريخ، ماشي التاريخ، التاريخ والنقد، أن يقف على أهم التطورات والتحولات التي عرفها الشعر العربي. متفقين؟ هذه مقدمة خصك انت تصيب مقدمة ديالك. خذ هذه، حاول تاخذ مقدمة أخرى وميلونجي بيناتهم. من بعد غطرح الأسئلة. فما هو سياق هذا المقطع ضمن فصول المؤلف؟ اللام هنا. فما هو سياق هذا المقطع ضمن فصول المؤلف؟ يعني نحدد الفصل، علامة استفهام. ثم نطرح السؤال الثاني الذي يتغير. يعني شنو هما طالبين مننا هنا؟ غتقول رصد الوان الغربه في الكون والمدينه في الشعر العربي الحديث. غتكتبوا السؤال الذي يتغير بتغير الامتحان. من بعد وما هو المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسه المؤلف؟ شنو طالبين منا هنا؟ بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسه هذا الموضوع فقط. حدوا لي، بغاو غير الغربه والضياع، ما بغاوش المؤلف بشكل عام. متفقين الشباب؟ استاذ علمني كيفاش نحدد الفصل، اما المقدمه راه عطيتيها ليا، اجي نعلمك كيفاش تحدد الفصل. شوف معايا، حاول انك تسكريني معايا. قلنا على ان التيار الوجداني احمد المعداوي قسمه الى قسمين من حيث المضمون ومن حيث الشكل. من حيث المضمون من 0 حتى 36، من 0 حتى 36، ومن حيث الشكل من 36 الى اش؟ الى 35. اما الغربه والضياع الفصل الثاني من 55 الى 105. اما الفصل الثالث الحياه والموت 107 197. الفصل الاخير الشكل الجديد الفصل الرابع 195. بغيتي تثيق بالهضره ديالي، بغيتي تشوف واش هذا الشيء بصح ولا كذوب، اجي نديرو التطبيق. هذا هو المقطع اللي كيعطيونا، كيقول لك الا كنتي راجل حدد لي اش من هذا المقطع الى اي فصل ينتمي. انت الا كنتي واعر وكنتي قاري معايا ودخلتي السكويله غتشوف غير الغربه، غتعرف بانه الفصل الثاني. ماذا لو ان واحد ما عرفش اش غادي يدير؟ غيجي لهنا صفحه 63، صفحه 63. اجي نمشيو للغربه والضياع، ها هي 55 من 55 حتى 105. اذا 36 كاين اش، 63 كاين الوسط. متفقين؟ اذا اش؟ الغربه والضياع. سير طبق على جميع الامتحانات الوطنيه وتولي واعر باش انك تحدد الفصل ونسبه الخطا منعدمه. متفقين الشباب؟ واضح؟ حاول انك تسكريني، حاول انك تكتب معايا هذا الجدول هذا بي غتقدر تحدد الفصل. اذا السؤال رقم 1 المقدمه وتحدد ديال الفصل. اعتقد انك وليتي واعر، عطيتك مقدمه وعطيتك الطريقه كيفاش انك تحدد الفصل. دابا اجي نشوفوا السؤال رقم 2 هو اللي كيتغير وكيتبدل. رصد الوان الغربه في الكون والمدينه في الشعر العربي الحديث. الغربه والضياع، ولكن حدد لي، قال لي الغربه في الكون والمدينه. شنو بان لكم بان التخراج راه عندي؟ ها هو هاد الاوراق، هادو التخراج كاين هنا. متفقين؟ اذا غنعطيه المدينه واش طلب مني المدينه والكون. تخراج واجد، 3 نقاط مضمونين.
من بعد اشنو عندي؟ غيقول لي بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الموضوع. حدد لي، قال لي في اش؟ في الغربة. اعطيني المنهج اللي اعتمده احمد المعداوي في اش؟ في الغربة والضياع. غنمشيو لامتحان اخر، غلقوا بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة دائرة الشعر الحديث، يعني بشكل عام. اجي اعطيكم المنهج اللي اعتمده احمد المعداوي بشكل عام، وديك الساعة في الواتساب غادي نلوح لكم ان شاء الله كل فصل كل موضوع شنو هما المناهج، شنو احمد المعداوي المنهج اللي اعتمده، واش التاريخي، واش النفسي، واش الاجتماعي، واش الموضوعاتي. هادشي اللي غادي نعرفوا ان شاء الله. دابا اجي نتكلموا على اش؟ على المؤلف بشكل عام. متفقين؟ فاش كندير مقدمه وكنطرح هاد الاسئله هادو كنقول هنا ان المقطع الذي نحن بصدد تحليله ينتمي الى الفصل اش؟ الفصل الثاني، والذي يحمل عنوان الغربه والضياع، او لا تندرج القول موضوع الدرس والتحليل ضمن الفصل الاول الذي يعنى بتجربه اش؟ التيار الوجداني من حيث المضمون او من حيث الشكل على حسب. ثم نجيب على السؤال الثاني والذي له علاقه بالفصل، وديك الساعه نحاول نجاوب على السؤال. من بعد غنجاوب على المنهج. سكريني معايا، حاول انك تسكرينها، ولكن واعدني انك تكتبها، كتبها بيديك، لان اي واحد ما غيكتبش عمره غيستافد وعمره غيستوعب هادشي اللي كنقول لكم. علاش قلت لكم شويه ديال التواضع باش انك تصايب معايا ورقه مزدوجه بحال دابا هذه المنهجيه هذه. غندير لها ورقه ديالها. ها هما عندي اوراق مزدوجه، شاريهم باش نحاول انني نزرع فيك ديك العقليه ديال الاوراق المزدوجه. هايا شوف معايا، غندير مقدمه هنا، غندير المقدمه وغنطرح الاسئله وغنخلي ديك الفراغ ديال السؤال الذي يتغير، وندير المنهج بشكل عام، ومن بعد ندير الخاتمه. متفقين الشباب؟ يلا. اعتمد احمد المجاطي، المجاطي هو اللقب ديالو اما هو سميتو احمد المعداوي. اعتمد احمد المجاطي منهجا تتكامل فيه عده مناهج، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما هو بنيوي، حيث وظف المنهج التاريخي والاجتماعي من خلال حديثه عن تأثر الشعراء بالتيار الغربي واستفادته من بعض الظروف التاريخية كنكبة فلسطين سنة 1948 وتأميم قناة السويس سنة 1956. أما المنهج النفسي فقد أبرز المجاطي من خلاله الظروف النفسية والانفعالات الداخلية التي عاشها التيار أو الشاعر العربي، والتي انعكست على أشعاره. كما وظف المنهج البنيوي حيث يهتم بالجانب الفني. شنو هو الفني؟ الصورة والإيقاع والأساليب، والتطور في بنية الشعر العربي لغة وتصويرا وإيقاعا. دابا ممكن هذه الفقرة هذه إلا عرفتي غير كل فصل شنو هو المنهج اللي اعتمده أحمد المعداوي، هادشي غنحطو لكم إن شاء الله في PDF مقاد مصايب. ممكن تاخذ غير من هنا، تاخذ المنهج التاريخي منه شوية، الاجتماعي شوية، النفسي البنيوي، تحاول تعرف ديك الساعه حسب المطلوب وشنو طالبين منك. متفقين؟ طلب منك بشكل عام اعطيه هذا. الان اجي نعلمكم الخاتمه. حاول انك تسكريني معايا، اكتبها معايا. وخلاصه القول يتضح ان كتاب دائره الشعر العربي قد استطاع رسم بعض اهم التحولات والتطورات في الشعر سواء في المبنى او المعنى، وبذلك يكون هذا الكتاب قد خطى خطوه نحو الرياده في النقد الادبي رغم اهتمام المجاطي بشعر التفعيله. شنو هو شعر التفعيله؟ هو الشعر الحر. علاش اهتم بشعر التفعيله؟ اذا لاحظتي معايا التيار الوجداني عطاه غير فصل واحد، ولكن الشعر الحر عطاه 3 فصول. اهتم باش؟ بشعر التفعيله اكثر باهتمامه بالتجارب الشعريه السابقه، حقر على البعث والاحياء وما عطاهش شي فصل، ولكن تكلم على سؤال الذات واعطاه فصل واحد وقسمه الى قسمين حيث المضمون ومن حيث الشكل. نتمنى الحصه انها تكون واضحه وحيدتوا ديك الضبابه ديال المؤلف والصعوبه وديال الاستاذ انا ما نقدرش نجاوب وممكن انهم يقولبوني نهار الامتحان. لا لا لا، كاينش هاد الهضره هادي نهائيا. فدابا عندكم 3 ديال النقاط ضامنينها مصورينها وفاهمين المؤلف بشكل عام. دابا شنو بقى لك؟ بقى لي انني ندخل نشرح لكم الدرس. اش من درس استاذ؟ التيار الوجداني من حيث المضمون، ونبداو. عطيني 15 دقيقه نخرجك احسن واحد وتجاوب على الامتحان كيف ما يعطيوه لك. متفقين؟ ومن بعد نمشيو الشكل عند التيار الوجداني، ونديروا الغربه والضياع، ونديروا الحياه والموت، ونديروا الشكل الجديد. لكن السؤال ديالي، واش نتوما مهتمين وبغيتونا نخدموا نمشيو بهذه الطريقه هذه ونخدموا بواحد الطريقه اللي سميتها بدون لغه الخشب
استاذ جيني من الاخر وعطاني الامتحان الوطني. فانا غادي نشوف خلال التفاعل ديالكم ونشوف البارطاج، واش بارطاجيتو واش شاركتو مع الناس. الا كنتو مهتمين وشفت ان الجميع باغي نخدم بالطريقه هذه ما عنديش مشكل، غندخل وغنشرح لك التيار الوجداني من حيث المضمون والشكل الغربه كلشي غنخدموا معاكم. واضح الشباب؟ اذا انتم من تقررون، لكم الاختيار. انا غادي نشوف التفاعل واش كاين ناس مهتمه واش باغين، وديك الساعه نتوكلوا على الله ونكملوا المؤلف كامل. وانا نضمن لك 6 ديال النقاط، 6 ديال النقاط. دابا في هذه الحصه هذه عطيتكم فقط 3 ديال النقاط، 3 النقاط الاخرين ديال انني خصني نشرح لك هذا ونشرح لك هذا ونشرح لك هذا وهذا وهذا. ونهار الامتحان غتجيك ورقه من هذه الوراق اللي غادي نصايب معاك، وماشي هادشي كامل انت غتخدموا. انا غنحدد لك فاش غيقرب الامتحان الوطني، غنقول لك شد ليا الفصل الثالث واش والغربه والضياع مثلا، غا جوج بركه عليك، وحده منهم تلقاها نهار الامتحان الوطني. متفقين؟ اذا هذا هو السر ديال النجاح ديال الدراري. والبكالوريا عمرها كانت صعيبه، بالعكس البكالوريا اسهل ما يكون. خصك غير انت تفهم اللعبه وتعرف الطريقه ديال الخدمه كيفاش كنخدموا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، تبارك الله عليكم. الى حصه قادمه ان شاء الله. حلمنا طويل، حلمنا جميل، إنما بالطموح نسير. فاليوم سنعمل كي يحلو مستقبل